حياكم الله. تكلمنا في الجزء الأول عن تكوين اليسر وأنواعه وشلون نعرف الأصل من المقلد وغيرها من المعلومات، واليوم بنتكلم عن معلومات تفصيلية أكثر. اليسر موجود في أغلب البحار المالحة حول العالم، ومن أشهر أماكن تواجده البحر الأحمر والجزر الاستوائية ومدغشقر، وغالبا يتم استخراجه وجمعه من شباك الجر القاعية اللي يصيدون فيها الروبيان والأسماك وغيرها، يطلع معاها اليسر مرة واحدة وتخرب القاع. وأحيانا يتم الغوص بشكل خاص من أجل استخراج اليسر إذا كان مطلوب بكميات ونوعيات معينة. أحيانا يطلع معنا في اليسر ترسبات كلسية بيضة وتعطي المصباح أو الخامة جمالية عالية جدا. أغلب الخراطين يتجنبون هذه القطع لأنها جدا صعبة في التعامل معها وفيها يعني قساوة، لكنها تعطي شكل مختلف. من النقاط اللي يعني ودي أتكلم عنها وأخاف أن تزعل البعض، لكن ما في مانع أن نتناقش ونتحاور وتصحح لي وأصحح لك، هي قضية اليسر المكاوي أو اليسر البغدادي أو اليسر البنغالي وهالسوالف هذه. يعني وجهة نظري إن كل كلام للبيع والتسويق، وخلنا أشرح الموضوع في 3 نقاط رئيسية. أول شيء هي ربط الاسم بالمسمى. يعني لما أقول إنه يسر مكاوي شنو أقصد؟ هل أقصد إنه هو مستخرج من البحر الأحمر، المنطقة اللي جهة السعودية بس مو جهة مصر، ولا أقصد إنه وارد مكة؟ يعني هاي المسابيح اللي كانت تباع مثلا في الحج لها مثلا شكل معين، لها قصة معينة. يعني ليش أنا قاعد أسميه يسر مكاوي؟ هل مثلا أنه هو غامج شوي لأنه هو له لون معين، ولا شنو بالضبط؟ ثاني شيء، إذا افترضنا أن كلمة يسر مكاوي هي تطلق على اليسر المستخرج من الجزء اليمين من البحر الأحمر، فشنو الميزة العظيمة اللي موجودة فيه اللي تخليه يفرق عن اليسر المستخرج من الجهة اليسار من البحر الأحمر؟ هل هي مثلا فصيلة مختلفة، ولا فيها بركة يمكن لأنها قريبة من مكة؟ يعني ما في سبب معين، لأن تعرفون البحر الفصيلة أو مالت الشعاب المرجانية اللي تنمو في اليمين هي اللي بتنمو في اليسار. ثالث شيء، لما تسمع فلان يسولف عن الفرق بين اليسر المكاوي وباقي أنواع اليسر، تسمع أشياء عجيبة. يقول لك مثلا اليسر المكاوي سواده خاكي وانعكاساته أحمر برتقالي، ويعطيك صفات ما تقدر، يعني ما لها أول من آخر. والله هذه اليسر المكاوي تعريقاته كذا أي واحد خرط يسر يعرف أن من نفس القطعة يطلع لك هذه وهذه حسب المكان اللي أنت قاعد تخرط منه. هذه قطعة قدامي، تخرط من هني بيطلع لك شكل، تخرط من هني بيطلع لك شكل. طبعا أنا ذكرت هذه النقطة لأن أغلب الناس لما تيجي تشتري مصباح يسر من عندنا تسألنا الحين هذا يسر مكاوي ولا نجدي ولا، وشفت ناس تبيع نوعين يسر مثلا، واحد تسميه مكاوي والثاني تسميه مصري، وتبيعهم سعر مختلف على أساس أن المكاوي أجود وأفضل وكذا. والسؤال المفروض يعني المشتري يسأله مو والله هذا اليسر شنو أصله وشنو جنسيته، السؤال المفروض الواحد يسأله هذا يسر طبيعي حر ولا يسر طبيعي مستزرع؟ وفي النهاية اللي يحكم هو الشكل العام للخامة والجمالية اللي فيها وجودة الخراطة ونظافة الشغل، هذه اللي عليه الكلام.